الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استعجل استوصفكم فإن تسوية السهو من تمام الصلاة استوصفكم معتدلوا صلي فرض بركعتين مستقيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أم كنتم شهداء إذ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام أهينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذو الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar. اللهم بارك في رحمة كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai fadilah-fadilah atau keutamaan dari salat-salat sunnah. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi sya'nir rak'atain 'inda tulu'il fajri lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda tentang keutamaan 2 rakaat salat setelah terbit fajar. Maksudnya sebelum salat subuh, salat qabliyah subuh. Sungguh 2 rakaat salat tersebut lebih aku sukai daripada dunia beserta isinya. Hadis riwayat Muslim. Diulangi dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda tentang 2 rakaat salat sebelum subuh. Sungguh 2 rakaat salat tersebut lebih aku sukai daripada dunia beserta isinya. Hadis riwayat Muslim. An Ummi Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafaza ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allah taala 'alan nar. Dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menjaga salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, niscaya Allah akan mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Diulangi dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sunat sebelum salat zuhur dan 4 rakaat setelahnya, niscaya akan Allah Ta'ala jaga dari haramkan api neraka terhadapnya. Hadis riwayat Nasa'i. An Abdullah bin Salman radhiyallahu rahimahullah anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsahu qala lamma fatahna Khaybar akhraju ghanaimahum minal mata'i was-sabyi faja'ala an-nasu yatabaya'una ghanaimahum faja'a rajulun faqala ya Rasulullah laqad rabihtu ribhan ma rabihal yawma mislahu ahadun min ahli hadzal wadi qala waihaka wa ma rabihta qala ma ziltu abi'u wa abta'u hatta rabihtu 300 uqiyah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna unabbi'uka bi khairi rajulin rabiha qala ma huwa ya Rasulullah qala raq'ataini ba'da shalah. Dari Abdullah bin Salman rahimahullah bahwasanya salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu bercerita kepadanya, suatu ketika setelah kami memperoleh kemenangan terhadap perang Khaybar, para sahabat mengeluarkan barang-barang dan tawanan yang menjadi ghanimah harta rampasan mereka. Orang-orang pun menjual belikan ghanimah tersebut. Lalu salah seorang laki-laki datang dan berkata, wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperoleh keuntungan yang sangat besar pada hari ini yang tidak dapat diperoleh oleh siapapun selain saya. Maka beliau bersabda, wah keuntungan apa yang kamu peroleh? Ia menjawab, saya terus berjualan sehingga akhirnya memperoleh keuntungan sebanyak 300 uqiyah. Rasulullah SAW bersabda, aku akan memberitahumu sebaik-baik keuntungan yang dapat diperoleh oleh seorang laki-laki. Ia bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, 2 rakaat salat setelah salat wajib lebih utama. Hadis riwayat Abu Dawud. Keterangan, 1 uqiyah bernilai sama dengan 40 dirham. Diulangi dari Abdullah bin Salman rahimahullah bahwasanya salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu bercerita kepadanya, ketika kami memperoleh kemenangan pada perang Khaybar, para sahabat mengeluarkan barang-barang dan harta rampasan perang mereka. Orang-orang pun saling berjual beli harta rampasan tersebut. Lalu salah seorang laki-laki datang dan berkata, wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperoleh keuntungan yang tidak diperoleh oleh orang lain pada hari ini. Beliau bersabda, wah keuntungan apa yang telah kamu peroleh? Ia menjawab, saya terus berjualan sampai akhirnya memperoleh keuntungan sebanyak 300 uqiyah. Rasulullah SAW bersabda, aku akan memberitahumu sebaik-baik keuntungan yang dapat diperoleh oleh seorang laki-laki. Ia bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, 2 rakaat salat sunat setelah salat wajib itu lebih utama. Hadis riwayat Abu Dawud. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ta'arra minal laili faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi thumma qala Allahumma ighfirli aw da'a ustujiba lahu fa in tawadda'a wa shalla qabilat salatuhu. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang terbangun pada malam hari lalu ia mengucapkan doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah, lalu ia berdoa Allahumma gfirli, wahai Allah ampunilah aku, atau berdoa yang lain, niscaya doanya akan diterima oleh Allah, dan jika ia berwudu dan mengerjakan salat, niscaya salatnya akan diterima. Hadis riwayat Bukhari. Diulangi dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa terbangun pada malam hari lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah, lalu ia berdoa Allahumma gfirli, wahai Allah ampunilah aku, atau berdoa yang lain, niscaya doanya pasti akan diterima, dan jika ia berwudu atau mengerjakan salat, niscaya salatnya akan diterima. Hadis riwayat Bukhari.
bab tentang keutamaan orang yang bangun pada malam hari. Alhamdulillah telah kita dengar beberapa hadis mengenai tentang fadilah atau keutamaan dari salat-salat sunnah. Insyaallah pengen dengar apa kita akan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunub walidina warhamhum kama rabbawna shigharan. Jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا جعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم الحمنا مراشد أمورنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا جميعا واجعل سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا لانفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله على